تخيل تبقى أسرع عربية في العالم، الكل بيهتف باسمك والمجد قدامك على بعد خطوة واحدة بس، لكن فجأة تلاقي نفسك تايه في مدينة صغيرة مهملة محدش فيها يعرف قيمتك ولا فارق معاهم إنك نجم كبير. دي قصة عربية سباق مشوارها الحقيقي ما كانتش في المسابقة، لكن في الطريق اللي علمها معنى الصداقة والحياة. فيلمنا النهاردة بيبدأ بسيارة السباق المشهورة برق بنزين، وهو في حلبة سباق السيارات، وبنشوفه وهو بيعدي ما بين المتسابقين بمهارة جديدة، وبيمشي على الجدار وبيجري لحد ما بيبقى في المركز الثالث، وبيبقى قدامه الملك في المركز الأول وتاكس في المركز الثاني. وبنسمع صوت المعلق اللي بيقول إن ال3 عربيات متعادلين في نقاط الموسم، وإن اللي هيكسب فيهم السباق هيفوز بكاس البستون، وده بيبقى أعظم كاس في تاريخ سباق السيارات. وبنرجع للسباق وبنشوف بنزين وهو بيعدي من تاكس وبيستفزه، فبيقرر تاكس إنه يخبطه ويخليه يفقد السيطرة ويخرج من حلبة السباق. لكن بنزين بعدها بيرجع للحلبة من تاني وبيبقى المركز الأخير، وساعتها بيخبط تاكس في عربيات السباق التانية علشان يخبطوا في بعض كلهم ويعطلوا بنزين. ولما بيخبط باقي العربيات بيبقى مستحيل أي عربية تعدي من غير ما تخبط فيهم، لكن بنزين بيجري بسرعة وبيعدي من كل المتسابقين من غير ما يخبط في أي عربية، وكمان بينط من فوق عربية وبيطير في الهواء. وبيرجع للمركز التاني وبيشجعه كل الجمهور، وبيرفض بنزين إنه يروح لفريق الصيانة ويغير الكاوتش علشان يقدر يوصل لتاكس والملك اللي بيبقوا وقتها بيغيروا الكاوتش بتاعهم. وبتبدأ الجولة التانية وبيرجع كل المتسابقين للحلبة، وبيبقى بنزين في المقدمة وبيجري بسرعة ويروح لفريق الصيانة ويحط بنزين، وبيرفض يغير الكاوتش بتاعه وبيرجع للحلبة، وبيبقى برق سابق كل المتسابقين. وكمان بتبقى دي آخر جولة للي هيكسب السباق. وقبل ما يوصل برق للنهاية الكاوتش بتاعه اللي ورا بيفرقع، وساعتها بيجري الملك وتاكس بسرعة علشان يوصلوا له ويقربوا من بنزين، وبيعدوا هما ال3 خط النهاية في نفس اللحظة. وبيفرح كل الجمهور وبيشجعوا بنزين اللي بيبقى فرحان جدا عشان بيبقى فاكر نفسه من المركز الأول. وبيتضايق فريق الصيانة من بنزين لأنه مغرور وبيعاملهم بطريقة مش كويسة. وبيروح الملك لبنزين وبيشجعه وبيقوله إنه متسابق سريع جدا وموهوب، بس الموهبة والسرعة لوحدهم ما ينفعوش، وبينصحه إنه هو يشوف مدرب وفريق للصيانة لأنه عمره ما هيكمل السباق لوحده. لكن بنزين ما بيبقاش مركز معاه وبيتخيل إن كسب السباق وإنه بقى عنده شركة موتوركو المشهورة وإنها هتكون راعية ليه. وبيجي وقت إعلان النتيجة وبيتصدم بنزين لما بيعرف إنه تعادل مع الملك وتاكس، وإن بكده هيعملوا سباق ما بينهم هما ال3، والسباق ده هيبقى بعد أسبوع، وبكده اللي هيكسب منهم هياخد كاس البستون. وبيروح بنزين يقابل جاز عربية النقل المسؤولة عن نقله، واللي بيقوله إنه لازم يعمل دعاية للراعي بتاعه. فبيروح بنزين وهو متضايق عشان هيعلن عن منتج إزالة الصدأ للعربيات القديمة. وبيركب بنزين المقطورة اللي بيسحبها جاز، وفي الطريق بيتصل مدير أعمال بنزين وبيهنيه على السباق الأخير، وبيعرفه إن ليه 20 تذكرة مجانية للسباق اللي جاي ممكن يوزعهم على صحابه. وبيطلب بنزين من جاز ما يريحش في الطريق علشان يبقى أول متسابق يوصل للحلبة. وبالليل بينام بنزين وبيسيب جاز اللي بينام هو كمان وهو سايق، وبتيجي 4 عربيات مزعجة وبيشغلوا موسيقى هادية لجاز علشان ينيموه ويزقوا لبعضهم ويتريقوا عليه، وبيفضلوا يهزوا المقطورة اللي بتتفتح وبيقع منها بنزين. ولما بيصحى بنزين بيلاقي نفسه وسط عربيات كتيرة جدا على الطريق السريع، فبيحاول يتفادى العربيات دي وبيجري بسرعة ورا عربيات النقل علشان يرجع لجاز ويخش بعدها من طرق جانبية، وبيجري ورا عربية نقل على أساس إنها جاز، وبيفضل يجري ورا العربية. ولما بيوصل بيتفاجئ إنها مش جاز، فبيلف بنزين وبيدخل عن طريق تاني وبيرجع للطريق السريع، وبتشوفه عربية الشرطة وهو بيجري بسرعة وبتروح وراه، وبتبقى عربية قديمة وصوتها عالي جدا. فبيفتكر بنزين إن عربية الشرطة بتضرب عليه نار، فبيحاول يهرب منها لحد ما بيوصل لقرية على الطريق، وبيخبط في أسلاك الكهرباء وبيخلعها من مكانها وبيجري بيها وبيدمر القرية كلها. لما الأسلاك دي بتتعلق في تمثال وبتخلعه من مكانه وبيدمر الطريق وكمان بيبوظه. ولما بيحاول بنزين إنه يهرب بيتعلق في أسلاك الكهرباء، وبيجي الشرطي اللي بيقبض على بنزين اللي ما بيبقاش قادر يتحرك. وبنروح لجاز اللي بيوصل للحلبة وبيتصدم هو وكل الصحفيين لما بيعرفوا إن بنزين مش موجود في المقطورة، وبينتشر الخبر في كل مكان وبيتكلموا عنه كل المذيعين. ولما بيفوق بنزين بيبقى متضايق لأنه متكلبش ومحبوس، وبيجي ماطم العربية المسؤولة عن حراسته واللي بيعرفوا إنه هيتحاكم لأنه دمر طريق القرية بتاعتهم اللي اسمها نبع الريداتير. لكن بنزين ما بيبقاش مهتم بكلامه وبيقوله إنه لازم يوصل كاليفورنيا في أسرع وقت علشان يلحق السباق بتاعه. بعدها بيسحب ماطم بنزين علشان هيودوه المحكمة، وهناك كل
أهل القرية بيرفعوا قضايا على بنزين لأنه دمر شغلهم وكمان بوظ الطريق بتاعهم. وبيدخل القاضي دوك المسؤول عن القرية واللي بيبقى متضايق جدا من العربية اللي دمرت الطريق، لكنه لما بيشوف بنزين بيطلب من الشرطة تطرده من القرية بتاعتهم لأنه عربية سباق ملهاش أي لازمة. لكن فجأة بتيجي عربية اسمها سالي وبتقول لأهل القرية إن لو الطريق بتاعهم ما تصلحش أكيد ما فيش زوار هيعدوا على القرية بتاعتهم. وبتطلب سالي من القاضي إنه ما يخليهوش يمشي لأنه لازم يصلح الطريق اللي هو دمره. وبيفضل بنزين يشرح ليهم إنه عربية سباق مشهورة وإن عنده سباق مهم جدا، لكن محدش بيصدقه. وبيتصدم بنزين لما بيشوف الماكينة اللي هيسفلت بيها الطريق، وبيعرفه دوك إنه هيبدأ من أول القرية لحد آخر الطريق. وبمجرد ما بيفك بنزين الكلبش بيطلع يجري بسرعة وبيهرب، لكنه بيتفاجئ إن البنزين بتاعه بيخلص. وبيلاقي إن سالي والشرطة مستنيينه وبتقوله إنهم فضوا تانك البنزين بتاعه وهو نايم علشان كانوا متأكدين إنه هيحاول يهرب. وبعدها بيربطوه في الماكينة اللي هيسفلت بيها الطريق، وبيحاول يشرح ليهم إنه عربية سباق مشهورة جدا، لكن محدش بيصدقه. وبيتصدم بنزين لما بيسمع في الراديو إن تاكس وصل كاليفورنيا وبدأ يتدرب في الحلبة مع شركة موتوركو. فبيتضايق جدا علشان هو لو موصلش لهناك وكسب السباق مش هيعرف يشتغل مع شركة موتوركو. وبيأكد على ماطم إنه هيمشي أول لما يخلص الطريق، وبيسحب الماكينة بقوة وبيخلص الطريق كله في وقت قصير جدا. وبيتصدم أهل القرية وبيزعقوا له لما بيشوفوا الطريق لأنه بيبقى كده بوظوا أكتر. وبيجي الدوك وبيقوله إنه هيكسر كل اللي عمله ويرجع يسفلت الطريق من أول وجديد. فبيتضايق بنزين وبيقوله إنه سيارة سباق مش عربية قديمة زيهم. وساعتها الدوك بيتحداه وبيقوله إن هم هيعملوا السباق ما بينهم هما الاتنين بس، ولو كسب هيسيبهم ويمشي، لكن لو خسر مش هيمشي غير لما يسفلت الطريق ويرجعه زي ما كان. فبيتريق عليه بنزين لأنه عربية عجوزة وبيوافق على كلامه، وفعلا بيعملوا السباق. وبمجرد ما بيبدأ السباق بيجري بنزين بسرعة كبيرة على عكس دوك اللي بيفضل مكانه وما بيتحركش. وبيطلب من ماطم يجي معاه لأنه هيحتاجه. أما بنزين فبيجري بسرعة، ولما بيجي يلف على التراب بيفقد السيطرة وبيخرج من الحلبة وبيقع في الصبار. وبيجي دوك ومعاه ماطم وبيتريقوا عليه، وبيخلي ماطم يسحبه بالخطاف لأنه كده بيبقى خسر السباق. وبيكمل بنزين تكسير الطريق وهو متضايق وإن الدوك اتريق عليه. وتاني يوم الصبح بيتفاجئ أهل القرية لما بيشوفوا الطريق الجديد اللي بنزين سفلته، وبيبقى بنزين ساعتها في الحلبة وبيحاول يلف الملف اللي خسره في السباق اللي عمله مع دوك. وبيروح له الدوك وبينصحه إنه يفرمل بالأربع عجلات وهو بيلف على التراب، وبيعرفه إنه لو لف يمين مع الفرامل هيروح شمال، ولو لف شمال هيروح يمين. فبيتريق عليه بنزين وبيقول له إنه مستحيل ده أصلا يحصل، وبيسيبه ويمشي. ولما بيجي بنزين يجرب كلام الدوك بيتصدم إنه لما لف يمين فعلا بيروح شمال ويقع في الصبار تاني. تظهر سالي اللي بتطلب من عربية المطافي تنظف بنزين من الصبار والتراب اللي عليه، وبتشكره عشان رصف الطريق ليهم بشكل كويس، وبتعزمه يبقى في الفندق بتاعهم. فبيوافق بنزين وبيشكرها لأنها لطيفة معاهم. وبعد ما سالي بتمشي بيروح ماطم لبنزين وبيعرفه إنه هو المسؤول عن حراسته النهارده، وبيقوله إنه ممكن يعملوا حاجة تسليهم طول الليل. وبيروحوا هما الاتنين لمزرعة الجرارات، وبيقرب ماطم من جرار وبيزمر، فبيتخض الجرار ويتقلب على ظهره. ولما الدور بيجي على بنزين بيعمل صوت عالي جدا وبيخض كل الجرارات وبيقلبهم. وبيفضل هو وماطم يضحكوا على اللي حصل لحد ما بيظهر جرار كبير وبيطاردهم، وبيجري ماطم وبنزين منه بسرعة. وقبل ما يوصل لهم الجرار بيخرجوا من المزرعة بسرعة وبيرجعوا تاني للقرية. وفي الطريق بيقول ماطم لبنزين إن هو أحسن واحد بيسوق بظهره، وبيجري ماطم وبيلف في القرية وهو سايق بظهره من غير ما يخبط في أي حاجة. وبيرجع تاني لبنزين اللي بيبقى منبهر بيه، وبيقول له لو كسب السباق هترعاه شركة موتوركو المشهورة اللي عندها طيارات هليكوبتر وعربيات كتيرة جدا. فبينبهر ماطم وبيطلب منه لو كسب السباق يبقى يركبه طيارة هليكوبتر، وبيعرفه ماطم إن هو بقى أعز صديق ليه وبيسيبه ويمشي. وبيقرر بنزين إنه يحقق حلم ماطم ويركبه طيارة، وبيفرح لأنه أخيرا بقى عنده صديق. وبيروح بنزين للفندق اللي هيبات فيه، وهناك بيقابل سالي اللي بترحب بيه وبتقوله إنه سمعته هو بيكلم ماطم عن الطيارات الهليكوبتر، وبتسأله إذا كان كلامه صح وهيخليه يركب الطيارة ولا هينساه بمجرد ما هيخرج من القرية. فبيقول لها بنزين إنه لو كسب السباق أكيد هيحقق له حلمه وإنه مش هينساهم، وبيشكرها على استضافتها ليه في الفندق وبيسيبها علشان ينام. وتاني يوم الصبح بيروح بنزين للشرطي علشان يحط له بنزين لأنه عايز يتمرن على السباق، لكنه بيلاقي الشرطي في الصيانة. فبيستنى بنزين بره لحد ما يخلص، وبالصدفة وهو ماشي بيدخل الجراج بتاع الدوك وبيتصدم لما بيلاقي فيه كاس البستون
مرمي زي الخردة. ولما بيبص في الجريدة اللي متعلقة بيلاقي صورة الدوك المشهور، وبيتفاجئ لما بيعرف إن الدوك أخد كاس البستون 3 مرات. وبيجي دوك وبيخرج بنزين من الجراج وبيقوله إنه ممنوع أي حد يدخل هنا، فبيترجاه بنزين إنه يعلمه إزاي يبقى متسابق موهوب، لأنه بيبقى من أكتر العربيات اللي كسبت بطولات في تاريخ السباقات. لكن الدوك بيرفض وبيقوله إن الكاس دي بالنسبة له مجرد كوبايات فاضية. وبيروح بنزين لأهل القرية وبيقول لهم إن الدوك كان متسابق مشهور وأخد كاس البستون 3 مرات، وبيفضل أهل القرية يضحكوا عليه ومحدش بيصدقه. وبتيجي سالي بتطلب من بنزين يجي معاها علشان يتفرجوا على المكان، فبيروح بنزين وراها وبيفضلوا يجروا ورا بعض وهم مستمتعين، وبيعدوا من تحت الشلال لحد ما بيوصلوا لفندق مهجور. وبتحكي له سالي عن المكان وبتعرفه إن الفندق ده بتاعها، وإن في وقت من الأوقات كانت العربيات بتجيله من كل مكان لحد ما عملوا الطريق السريع، ومن وقتها محدش بيجي عندهم ولا حتى بيعدي القرية بتاعتهم. فبيستغرب بنزين إن العربيات بقت بتمشي من على الطريق السريع وسايبين الطريق القديم. فبتقوله سالي إن زمان ما كانش الهدف من الطريق اختصار الوقت، لكن كان الاستمتاع بالوقت. فبيشكرها بنزين على الفسحة دي وبيقول لها إن أكيد هيجي يوم والمكان ده هيرجع زي الأول. ولما بيروح بنزين عشان يتمرن على السباق بيلاقي الدوك في الحلبة وبيتفرج عليه وهو بيجري بسرعة وبيتحكم تحكم رهيب. وبينبهر بنزين جدا بأدائه على التراب وبيروح يقوله إنه معجب بيه وإنه ملوش مثيل، فبيسيبه الدوك وبيمشي. لكن بنزين بيروح وراه الجراج وبيسأله هو ليه ما بقاش يدخل بطولات وليه اعتزل السباقات. فبيوريله الدوك صورة على الجريدة وبيقوله إنه ما اعتزلش وإنه عمل حادثة في الحلبة وساعتها استغنوا عنه وبدلوه بعربية تانية، وده عشان عربيات السباق بتبقى أنانية ما بيفكروش غير في نفسهم. فبيحاول بنزين يشرح له إنه هو مختلف عن باقي عربيات السباق، فبيقول له الدوك إنه أكيد زيهم وبيسأله عن آخر مرة اهتم فيها بحد تاني غير نفسه، وبيطلب منه يسافلت الطريق ويمشي. وفي تاني يوم الصبح بيخلص بنزين الطريق كله وبيقول للعربيات التانية من أهل القرية إنه مش هيمشي غير لما يغير الكاوتش بتاعه. وبيغير الكاوتش وبيحط وقود عضوي وبيلزق ستيكر وبيغير شكله تماما. وبتتفاجئ بيه سالي وبتقوله إنه ساعد كل واحد في القرية، وبتعرف فعلا لما بتعرف إنه كمان صلح الكهرباء والإضاءة بتاعة القرية كلها. وبتمشي العربيات على الطريق الجديد وهم بيرقصوا على الموسيقى ومبسوطين من الإضاءة. وفجأة بيشوفوا عربيات كتير جدا جايين عليهم وطيارات هليكوبتر، وبيطلعوا إنهم صحفيين وبيحاصروا بنزين وبيصوروه وبيسألوه عن اللي حصل. وبيجي جاز وبيعتذر لبنزين عشان ضيعه وبيطلب منه يركب العربية عشان يلحق السباق. وبيكلمه مدير أعماله في التليفون وبيقوله إن العالم كله مستني لحظة رجوع لكاليفورنيا عشان السباق. فبيروح بنزين عشان يودع سالي اللي بتشكره على كل حاجة عملها عشانهم، وبتطلب منه يمشي عشان يلحق السباق. وفعلا بيركب بنزين المقطورة اللي بيسحبها جاز وبيمشي وهو وكل الصحفيين. وبتروح مذيعة للدوك وبتشكره علشان هو اللي بلغهم مكان بنزين. وبيتضايق ماطم عشان ملحقش يودعه. وبيوصل بنزين للحلبة وبيبدأ السباق ما بين الملك وتاكس وبنزين اللي بيبقى في المركز الأخير. وبيفقد بنزين السيطرة وبيخرج من الحلبة، وده لأنه مش قادر يركز في السباق. لكن فجأة بيجي الدوك ومعاه ماطم وأهل القرية وبيشجعوه، وبيقول له الدوك إنه لو بيعرف يسوق زي ما بيعرف يسافلت الطريق هيكسب السباق بكل سهولة. وبيرجع بنزين للحلبة وبيجري بسرعة وبينفذ كل تعليمات الدوك اللي بيكلمه في السماعة، وبيقوله إنه لازم يجري بسرعة علشان الملك وتاكس سابقين بلفة كاملة. وفجأة الكاميرات بتيجي على الدوك وبتظهر صورته على الشاشات وبيفرح الجمهور وبيهتفوا باسم الدوك وإنه أعظم عربية سباق في الجيل القديم. وبنرجع لبنزين اللي بيجري بسرعة وبيعدي من الملك وتاكس بمنتهى السهولة وبيحاول يعوض اللفة اللي ناقصاه. وبعد لفات كتير بيقدر بنزين يقرب من الملك وتاكس، وقبل ما بيعدي تاكس بيخبطه وبيخليه يفقد السيطرة. لكن بنزين بيقدر يسوق بظهره زي ما ماطم علمه وبيعدي منه وبيقرب من الملك وبيبقى المركز التاني. لكن بيخبطوا تاكس تاني وبيفرقع له الكاوتش، وساعتها الدوك بيطلب منه يعدي على مركز الصيانة. وبمجرد ما بنزين بيوصل بييجوا أهل القرية وبيغيروا له الكاوتشات بسرعة رهيبة جدا بتبهر كل الجمهور. وبيجري بنزين بسرعة وبيرجع للحلبة وبيعدي من تاكس اللي بيحاول يخبطه وبينجح في ده فعلا وبيخليه يفقد السيطرة. وقبل ما بيفقد توازنه ويتقلب بالكامل بيفرمل بنزين على التراب زي ما الدوك كان بيعمل وبيستعيد السيطرة مرة تانية.
تانية وبيرجع للحلبة وبيبقى المركز الأول، وساعتها تاكس بيخبط الملك وبيخليه يفقد السيطرة وبيطير وبيتدمر. ولما بنزين بيشوف اللي حصل بيفتكر المشهد بتاع الدوك وبيفرمل على آخر لحظة قبل ما يوصل لخط النهاية، وبيعدي تاكس الخط وبيكسب السباق. وبيرجع بنزين للملك وبيزقه وبيقوله إنه لازم يكمل آخر سباق ليه مهما حصل. فبيقوله الملك إنه كده خسر كاس البستون. فبيرد عليه بنزين وبيقوله إن في حد قاله قبل كده إن الكاس ده مجرد كوباية فاضية. وبيعدي بنزين بخط النهاية وبيهتف الجمهور باسم بنزين وبيشجعه على اللي هو عمله. وبيروح مدير شركة موتوركو البنزين وبيهنيه على شجاعته وبيطلب منه إنه يكون الوجه الجديد للشركة. فبيشكره بنزين وبيقوله إن هو هيفضل مع شركة مزيل الصدى لأنهم هم اللي عملوا منه متسابق. وبيرجع بنزين لنبع الراديتير وبيقابل سالي وبيحقق أمنية ماطم وبيركبوا الطيارة الهليكوبتر اللي كان بيحلم بيها. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على يوتيوب وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وكمان اللي جاية، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.